نزلت الفيديو وقلت محدش من الناس الكبيرة القديمة يجاوب على السؤال ده، وطلبت من الناس اللي قالت لك ما ينفعش فرخ من الغية هي اللي ترد على السؤال ده. والسؤال كان بيقول يعني ايه مسقى كابش؟ محدش رد عليا غير 2 3، واللي رد عليا غاوي قديم، مش الناس اللي اعترضت. واحد بس كتب لي كومنت قال لي ايه اللي دخل السؤال في فرخ الغية. انا جاي النهارده اقول لك ايه اللي دخل السؤال في فرخ الغية. زمان كان كل غية فيها مسقى كابش ومكلف كابش وبياضات كابش. ايه هو كابش ومعروف كابش؟ كابش ده كان مصنع بيعمل مسق ومكالف وطواجن، وكان بيعمل المسق مصنوعة من الصيني، من رملة سينا، غير المسق اللي موجودة دلوقتي اللي معمولة من الفخار والكلام ده والطينة والكلام دوت. وكان صاحب المصنع ده خواجة وما كانش غاوي حمام، وعم اعتقد ان المصنع ده كان موجود نواحي شبرا، نواحي شبرا. فانا زمان طلعت غيات، كنت صغير عندي 9 سنين او 10 سنين او 11 سنة، شفت مسقة كابش دي وهي موجودة في الغية، وشفت بياضة كابش في الغية. معنى ان انا شفت المسقة والبياضة في الغية يعني كان في فرخ في الغية. بياضة كابش اللي هو المحضن بتاع البيض كان كبير ومفلطح وغويط شبه الحلة، كان الزغلول ينزل او الزغلول قاعد جوه ما يعرفش يطلع من البياضة بتاعت كابش. كان الزغلول اللي بيطلع من بياضة كابش ويطلع ياكل لوحده، الزغلول ده كده اعتمد على نفسه طالما طلع من البياضة ديت لانها غويطة جدا. فكابش كانت مصنع بيعمل المسق والبياضات والكنادر والمعالف بتاعة الحمام، وكان الموزع المعتمد في جمهورية مصر العربية. ما كانش فيه غية فيك يا مصر ما فيهاش مسقة كابش او مكلف كابش او بياضة كابش. والمسقة دي كانت واطية جدا، واطية جدا وكبيرة، وفتحتها ضيقة على قد راس الحمامة بالظبط عشان مفيش فرد حمام يزبل فيها جوه. فمع التطورات شفنا مسق كبيرة ومسق عريضة ومسق تخينة ومسق فتحتها قد كده ومسق فتحتها قد كده. فكابش كان هو الأصل، فعلى الأصل دور. فلما سألتك السؤال كنت عايزك تعرف انت دارس غية حمام وتاريخ غية حمام ولا لأ، عشان الغية دي تراث زي تاريخ بلدك بالظبط. فلما اجي اسألك على مسقة كابش لازم تكون انت دارس وعارف تاريخ غيتك وتاريخ حمامك وتاريخ كل حاجة عن غية الحمام. زي ابو الهول بالظبط والاهرامات ليهم تاريخ وبيتدرسوا في المدرسة. الغية بتتدرس على الاسطح، فعلشان تبقى غاوي صح لازم تكون تلميذ صح، فهم صح، مذاكر صح، حافظ تاريخ غيتك صح. ده اللي كان الرباط ما بين السؤال وما بين غية زمان وغية النهارده. انا بعذر شباب النهارده وبعذر الناس اللي بتنتقد النهارده من غير فهم، لانهم ما عاشوش الغية صح وما شافوش الغية صح وما يعرفوش حاجه عن الغية الصح. انا النهارده عندي قص عادات وهوريهولك دلوقتي. دي النتايه، دي نتايه اهي خلاص، والدكر زيها جوه بالظبط. الحمام ده كان بيزق عياله زمان، الحمام ده كان بيزق وبيلبن وبيقوم زغاليله زمان. ولما كان قص يخسع في الزق اخد زغاليل احطهم عند قص تاني واجيب قص الزغاليل التاني زي حلايسه زي مساويت زي بول عضمها خارج، فكنت اخد الزغاليل احطها تحت الغزار كده، واخد الزغاليل الغزار ام عظم مقفول احطهم تحت السكروت او المسود او الحمام ده. دي غية زمان، لا كان في ميكس ولا بيكس ولا حضانات ولا تحضين. غية النهارده رغم الامكانيات دي الغوايه فاشله. غية زمان ما كانش فيه امكانيات بس كانت غوايه ناجحه. ما تقولش النهارده في تطور والنهارده احسن من زمان. النهارده رغم التكنولوجيا اللي احنا فيها والتطورات اللي احنا فيها والعلم اللي احنا فيه مش عارفين يوصلوا للمصريين القدماء والفراعنه عملوا الهرم ازاي. امكانيات زمان كانت ضعيفه بس كانت ناس عندها فهم وعندها فكر وبتعمل المستحيل. النهارده في امكانيات لكن لا في فهم ولا في فكر ولا في اي حاجه. فلما تيجي تقول لي النهارده احسن من زمان هرجع اقول لك النهارده ما تعرفش تعمل حاجه من ريحه زمان. وحاجه ابسط لها
محدش يعرف النهارده يعمل الالات والمعدات اللي عملوا بيها الفراعنه زمان، الاهرامات وابو الهول. دي ابسط حاجه اقدر اقولها لك النهارده. اشوفك على خير، ويا رب الفيديو يكون فيه فايده ليكم، وانا بحبكم قسما في الله، لله في لله. سلام.